حبه لكل ما يمثل الجمال والابتكار لم يتوقف عند رسم لوحة، لكن تعداه إلى تجسيدها في مجسم. وأي مجسم هذا الذي يريد أن يحوله إلى بناية حقيقية؟ محمد هديمي مخترع جزائري أجرى عدة بحوث ودراسات حول أنواع الخطوط العربية المعروفة كالخط الكوفي وخط الثلث والنسخ والرقعة وخط الإجازة والخط المغربي وغيرها. خطوط تعود أصول انتشارها للعراق وأخرى في بلاد الفرس والمغرب العربي وحتى العهد العثماني. بعد دراستي للخطوط المعروفة والمألوفة التي تعرفونها كلكم، وجدت أن بلدي ليس له خط خاص به، فكرت في ابتكار خط جديد لوطني خاص بوطني، لكن أردت أن أجعله مخالف للمألوف، لا يشبه أي خط من الخطوط باعتراف المشارقة. عدم وجود خط خاص بالجزائر دفع بمحمد سنة 2007 إلى ابتكار خط خاص بالجزائر يعرف بالخط المعماري الجزائري. بدأت في محاولة تجسيد الفكرة في 2003 عندما أخذت التقاعد. قبل أن أبدأها استشرت العراقيين والسوريين لأنهم رواد الخط العربي، شجعوني على المرور يعني الأمام يعني على هذا العمل. في 2007 توصلت إلى اختراع هذا الخط، فتزامن ذلك مع الجزائر عاصمة الثقافة العربية، حضر كل الإخوة العرب، فأقمت معارض وجاء النقاد والمختصون هم الذين شجعوني على الاستمرار في هذا العمل، وأقروا بأنه خط جديد لم يتوصل إليه أحد، حتى أن مجلة الحداثة اللبنانية تكتب بأن أول عربي مسلم حول الحروف إلى هندسة معمارية. الخط المعماري الجزائري هو معناه باختصار هو تحويل الحروف إلى هندسة معمارية، يعني الحروف لكل اللغات، لكن أركز كثيرا على اللغة العربية لأنها سلسة ومرنة، يعني نفعل بها ما نشاء كما لاباطا مودلي. اللغات الأخرى عملت بها لكن تجيلي صعبة على اللغة العربية. اللغة العربية يعني نخدم كما نحبها. عمله يبدأ بوضع مخطط ثم يرسمه على الورق في شكل بناية ليجسده لاحقاً في مجسم يكون مطابقاً للمعايير الهندسية المعمارية. طريقة طبعاً دائماً لأنه هندسي، لأنه ينجز في الفوليوم في مجسم، يوضع له مخطط. أولاً مخطط لتلك الجملة التي سننجزها، ثم عندما نضع مخطط نبدأ الرسم، ثم الرسم طبعا يكون في مجسم، يعني يكون قائم هكذا. عندما ننتهي من وضع المخطط والمجسم نبدأ في تفاصيل كالأبواب ونوافذ وتزيين، يعني تحويل، لأن كل البناءات أجمل ما في البناءات أنه يكون فيها خطوط منحنية. قد تتساءلون كيف تحول الحروف إلى بناية. مثلا بعض الحروف مثل الألف واللام تجسد في برج، البعض الآخر من الحروف يجسد في شرفة.
أما النقاط فتأخذ شكل الأبواب أو المصابيح. أعطيك مثال في الشروق تيفي. وضعت يعني لوحة للشروق تيفي. الشروق تيفي كذلك تبدأ من مخطط. تلاحظين الألف واللام هو بناية عمارة هكذا طالعة، ثم تشاهدين أيضا الواو والقاف في عمارة أيضا بتناظر، يعني اون سيمتري هكا تناظر، فتقرايها الشروق تيفي. على المجسم لاماكيت نفس الشيء، ننظر إلى التابلو، نبدأ نضع مخطط مثلا نتبع بالقياسات تطلع الماكيت كما هذيك، ولا تحب تخالفها كيف تقدر تخالفها وتجي بناية نورمال تشوفيها وأي واحد يقدر يجسدها. المهندس المعماري كي يجسدها يجب أن يرى المجسمات لماكيت، ولقد بسطت لهم كيفية إنجازها، لأنه يبدأ من الحديقة، من المدخل الرئيسي، من الحديقة المساحة العامة إلى أن مدخل البناية، والمدخل البناية بالسلم مثلا السلم 200 أو 400 حسب السلم الذي يضعونه. مثلا 1 سنتيمتر يعادل 3 أمتار على البناية عندما يجسدونها. الملاحظ في هذه المجسمات كلها أنها جسدت في كلمة لماذا؟ فما سبب اختياره هذه الكلمة بالتحديد؟ شوف هنا كلمة لماذا، هو حرف اللام ها هو، شوفوا لي جراج اللي تحت منا ولا ثلاث بطريقة مزينة هندسية عصرية، حرف اللام. ومن بعد نجو حرف الميم، ها هو حرف الميم، هذا حرف الميم. الحرف الألف، ها هو حرف الألف، هذا هو لما، ها هو حرف الألف. الذال، ها هو حرف الذال، حرف الألف. لماذا تقريبا كلها لماذا اللي درتهم المجسمات. لماذا يعني لماذا تجهلون أو تتجاهلون الكفاءات الجزائرية، وندير لماذا وراها جملة يعني تفسير. لماذا اللام هو برج زجاجي. الميم طبعا هو بناية صغيرة، ثم الألف برج زجاجي أيضا، برج زجاجي لها قبة هكذا كما تلاحظين. الذال والألف في الوسط، يعني في الوسط، ويأتي برج زجاجي آخر بطريقة عصرية. نستطيع أن يعني وعندك بنايات هنا تجمع بين النمط الأوروبي في عصر النهضة والنمط العالمي الموجود حاليا والنمط الإسلامي أو موجودة عندنا هنا، أجمع بين الأنماط الثلاثة. لكن هل هذا النوع من الخط المعماري يمكن أن يجسد على كل أنواع البنايات أم تنطبق على نوع محدد فقط؟ هو الخط المعماري الجزائري يقتصر فقط على البنايات الإدارية والثقافية والسياحية، لأن لا نستطيع مثلا أن نعمل مجمع سكني بالخط المعماري الجزائري. هي مكتوبة على طول، لا تحتاج إلى لافتات، يعني مكتوبة. مثلا وزارة الثقافة، يعني درت على وزارة الثقافة تقراها وزارة الثقافة من غير ما يديروا لافتات تعرفها. وكذلك تعرفي الخط العربي جميل جدا، تعطي لها الناحية الجمالية، تخدم الناحية الجمالية سواء الناحية السياحية أو إدارة أو الناحية الجمالية حتى لمدننا.
المخترع محمد هديمي يحلم بأن يجسد اختراعه في أرض الوطن، فقد رفض عروضاً كثيرة جاءته من دول عديدة. قبل إنشاء تأسيس المنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية، السلطات تقريبا لم تسمع بهذا الاختراع، لم تسمع به أنا أو غيري. من بعد عندما أسسنا هذه المنظمة، يعني حقيقة في ولاية تيبازا السلطات الولائية حتى المدنية والأمنية شجعوني كثيرا. إن شاء الله سيجسد في بلدي قبل البلدان الأخرى، لأن اتصلت بي قطر والإمارات من قبل، وحتى قناة الحرة التي أتت إلى هنا ويعني وضعت بورتري حول هذا العمل، اقترحوا علي يعني الذهاب إلى أمريكا، ولكن تغيير الجنسية ليجسده في الخليج، في دول الخليج. أنا رفضت لأنني ابن مجاهد أو كان كبير السن، ماذا أفعل في الخارج؟ هل سيجد المخترع محمد هديمي من يأخذ بيده هنا قبل أن يعود إلينا بفكرته وإبداعه من هناك؟